على طريقة نجوم هوليوود، عصابة بتسرق بنك في ألمانيا في ظل التطور التكنولوجي اللي بقينا فيه، وفي دولة زي ألمانيا وبنك بقى، وانت عارف الإنذار والكاميرات المراقبة وأجهزة التصنت وأجهزة أعلى أجهزة في الحماية والإنذار والسيستم كنترول، كل ده. وتخيل ان لسه في حد النهاردة بيفكر يسرق بنك. الكلام ده كان ممكن يحصل في العصور الوسطى، ممكن نخش نسرق خزنة من بنك وناخدها ونمشي. لكن انك تخرم جدار خرسانة فولاذ بكور مخصوص مش بيشتغل في اي حاجة، ما تعرفش تجيبه من اي مكان، ده انت صنعته مخصوص عشان تعمل فيه فتحة في الجدار الخرسانة الفولاذ عشان تعدي منه بكامل جسمك من غير ما يبقى فيه مشقة حتى في التعدية، وتطلع السبايك والذهب واليورو والدولار، كل حاجة بأسهل ما يمكن. ده انت متخيل بقى اللي انت وصلت ده لايه؟ على طريقة هوليود والتخطيط بقى بتاع الفانتازيا والمشاهدات بقى بتاعة الافلام، اللي انت بقى شوف العصابة وتخش تسرق البنك وسطو مسلح وتاخد الفلوس، تركب طيارة وتروح على الغابة ومن بلد لبلد، والكلام ده. الكلام ده كله كنا بنسمعه في التلفزيون على اكنه فيلم ورواية. لا، ده اتحقق فعلا. تحس ان هما بياخدوا الافلام القديمة ويطبقوا عليها ويعملوا ويطلعوا خطة من مفيش. لا، ده انت في دلوقتي نظام مراقبة جوه البنك وبره البنك. يعني انت متخيل ان انت هتسرق بنك وهتطلع كده عادي ولا كأن في حاجة؟ ده الموضوع يخص الدولة ويمس الامن القومي. الجيش الألماني ذات نفسه هيتدخل، الحكومة الألمانية هتتدخل، الشرطة الألمانية هتتدخل. هتروح فين بيها؟ كده كده الفلوس دي هترجع، وكده كده الذهب ده هيرجع، وكده كده الدولار ده هيرجع، وكده كده اليورو ده هيرجع. كل اللي انت سرقته ده ولا حاجة برضه هتتمسك بيهم، وكل اللي انت خططت ده على الأرض.